بكل حياديه كاس عالم يفضح ازدواجيه المعايير ما بين كاس افريقيا واكبر حدث كروي عالمي اللي هو كاس العالم. علاش؟ لانه كيوقعوا سيناريوهات مشابهه لما وقع في كاس افريقيا. حتى شي واحد ما كيحتج، حتى شي واحد ما كيهضر، حتى شي واحد ما كينسحب. بقاو في التيران صفر بلانتي في الدقيقه 119. ما كاين لا خلط السياسه بالرياضه، لا بلجيكا عندهم القجع، لا الفيفا كتوقف مع بلجيكا، لا حتى شي حاجه. في المغرب تنظم كاس افريقيا ونظرك الاعلاميين المسعورين منين تبدا المنافسه هما كيعتبروه بانك مساند من طرف الكاف، وعندك القجع يتحكم في دواليب الامور ويشحنوا الشعب ويشحنوا المشجعين ويكرهوا قاره كامله في بلد كرويا ما بين قوسين. وفي اخر المطاف يجرؤون على انهم يخرجوا من التيران اكثر من ربع ساعه. علاش؟ لانه الحكم رجع للفار وقرر بانه هناك ضربه جزاء. هاد ازدواجيه المعايير كتبين اولا واخيرا كما قلنا قبل الضعف ديال الكاف. الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ملي كتجي شي ازمه ما كيقدروش يتحكموا في الامور. وعندنا المثال واضح ديال مباراه الوداد البيضاوي مع الترجي التونسي اللي تعطات فيه كاس لفريق الترجي وسط ازمه اللي هي كبيره. كان على الاقل خاصها حل، لانه ما يمكنش تجي تقول لي انا الفار خاسر وتحيد لي بيت وتقول لي لا راه علمنا اللعاب. هادشي ما كيكونش بحال هكا. اذا انا كنظن بان هادشي اللي طرا اليوم ما كنبغيش انا نخلط الامور ونقول لك العداله الالهيه ولا اي حاجه. هادشي كيبين بان واحد الناس كيوليو صغيورين بزاف ملي كيكون القانون يطبق بحذافيره وملي كتكون الجهه المنظمه قويه. وهنا كنهضر على الفيفا، ما كنهضرش على الامريكان او المغرب، انا كنهضر على الفيفا مع الكاف. فهنيئا المنتخب البلجيكي وهارد لك المنتخب السنغالي، ونلتقي في كاس افريقيا اخرى. وربما الناس اللي قالوا بانه الوصول الى نصف نهائي كاس العالم ماشي شي حاجه كثيره، هانتوما لعبتوا المونديال خسرتوا فيه 3 ديال الماتشات وربحتوا ماتش واحد ضد منتخبين كان مقصيا وكان ضعيفا جدا. تهلاو. والله ما كنامن بهذا الشيء كاع، ولكن راه ما يمكنش تقول لي هذا الشيء مشيت للشرفه. المغاربه شرفه يا خويا، ما تلعبش معانا داك اللعب. حق ربي الا كانوا غيتورخوك ويخرجوا للساحه بالرجوع. كاع ستي كونسيستنت. كنتي غتنسحب خصك تنسحب ديما، خاصك تنسحب معانا حنا. القى نخرجوا نحتفلوا. تيقينيش الاخوان، عندي اصول انايا بلجيكيه وهذا. عاد واقع جينا عيط لماما، قلت لماما صيفط لي الشجره ديال العائله ديالنا، رسمت هديه زعما صيفطات هديه، انا نحطها لكم هنايا. هذه شجره العائله ديالنا، هذه شجره العائله ديالنا، غانا نكبرها لكم. ها هي شوفوا الاصول منين كاينه. بلجيكا تما ما كايناش، كاينه سويسرا تماك ولا ما كايناش، كاينه استراليا تماك ولا ما كايناش. كتبت عليكم رسمتها بيدي. تيختوني. باي السنغال، باي باي السنغال، باي باي السنغال، باي باي السنغال. برا يلا نساحبوا الله ينعل. خشي في الشبكه، خشي في الشبكه، خشي. شو معايا بيلانتي شو با انكيكا باي باي الطياره. علاش بوكم ما انسحبتوش؟ وكنت سحبتو، علاش ما انسحبتوش؟ واختي الريمونطادا تبقى في التاريخ ديال بلجيكا. الله يعز بلجيكا اختي. على حال الكرة السنغالية والله. الكرة الأفريقية حزين على الكرة الأفريقية. الواحد حزين على حال الكرة. وليا سنغال برا، سنغال برا، سنغال برا. فاموس، هدف قاتل من منتخب بلجيكا عن طريق ركلة. عودوا الى السنغال. وعلى فرحه وعلى فرحه وعلى سيناريو. يلا خرجوا دابا، خرجوا من التيران، خرجوا من التيران، حبسوا الماتش، خرجوا من التيران. لقيتوها فينا حنا دراوش. ديروها دابا في كاس العالم. عودوا الى السنغال او عودوا الى الجزائر، عودوا الى مناصركم الذي اعطاكم البيعه. عودوا الى الجزائر. انهاء مسيره السنغال في كاس العالم امريكا 2026 رسميا.